سنة 1957 تم إطلاق أول قمر صناعي للفضاء عن طريق الاتحاد السوفيتي، واللي اتسمى وقتها قمر سبوتنيك 1. وده كان صدمة للعالم كله، خصوصا العالم الغربي، لأنهم كانوا فاكرين إن السوفيت ما عندهمش القدرة ولا بيخططوا إنهم يرسلوا أقمار صناعية للفضاء. ومن اللحظة دي القمر الصناعي بدأ يبقى ليه دور مهم جدا في مجال التكنولوجيا بشكل خاص وفي حياتنا اليومية بشكل عام، وبقى يلعب دور حيوي جدا في كل المجالات زي الاتصالات والأرصاد الجوية والاستطلاع العسكري، وطبعا ليه دور مهم جدا في الملاحة وكمان استكشاف الفضاء. لكن يا ترى ايه هو القمر الصناعي اصلا، وازاي بيشتغل، وازاي قدر يفيدنا في كل المجالات دي؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من مسلماينز، واللي هنتكلم فيها عن الأقمار الصناعية. أول ما بنفكر في القمر الصناعي في العادة بنفكر في حاجة شكلها زي دي، لكن يا ترى كنت تعرف إن ده كمان قمر صناعي وده كمان قمر صناعي؟ القمر الصناعي هو أي جسم بيدور حوالين حاجة، سواء كوكب، نجم، قمر، المهم يكون ليه مدار بيلف فيه، واللي بيبقى عبارة عن مسار منتظم بيلف فيه الجسم في الفضاء حوالين الجسم التاني. فبما إن الأرض بتدور حوالين الشمس والقمر بيدور حوالين الأرض، فهم الاتنين بيعتبروا أقمار صناعية، لكن في الحقيقة هم أقمار صناعية طبيعية. لكن في الوقت الحالي وفي اللحظة اللي بتسمعني فيها في آلاف الأقمار الصناعية بتدور حوالين الأرض. البعض منهم بياخد صور للكوكب، ودي اللي بتساعد خبراء الأرصاد إنهم يتنبؤوا بحالة الجو، وشوية تانيين بياخدوا صور لأجسام تانية في الفضاء زي الشمس والكواكب والثقوب السوداء، والصور دي بتساعد العلماء يوم بعد يوم إنهم يفهموا النظام الشمسي والكون كله بشكل أعمق. نيجي بقى للسؤال المهم، ازاي القمر الصناعي بيشتغل؟ اول مرحلة في تشغيل القمر الصناعي هي عملية الاطلاق، واطلاق القمر الصناعي للفضاء بيتم باستخدام صواريخ. الصاروخ بيوصل القمر الصناعي للارتفاع والسرعة المطلوبين، وبمجرد وصوله للفضاء القمر الصناعي بيدخل مدار حوالين الارض او اي جسم تاني هو هيدور حواليه، والمدارات دي فيه منها انواع مختلفة، لكل نوع فيهم استخدام مختلف. تاني مرحلة من مراحل تشغيل القمر الصناعي هو ان القمر الصناعي نفسه يبدأ يشتغل، وعشان ده يحصل طبعا محتاج لطاقة كبيرة جدا، ومصدر الطاقة الرئيسي للقمر الصناعي هي الشمس، وعشان كده بيتم تزويد الأقمار الصناعية بألواح شمسية، واللي بتقدر تحول ضوء الشمس لكهرباء. والطاقة المتولدة من الألواح دي بتتخزن في بطاريات موجودة على القمر الصناعي نفسه. ده غير إن في عدد قليل من الأقمار الصناعية ممكن تعتمد على بطاريات كمصدر للطاقة. نيجي للمرحلة الثالثة من مراحل تشغيل القمر الصناعي، وهي الاتصال بين القمر الصناعي وبين الأرض، وده بيعتمد على حاجتين. أولهم نظام الهوائيات، واللي بيتم فيه إن القمر الصناعي بيكون مجهز بأجهزة لاسلكية بتبعت وتستقبل الإشارات من الأرض، وده اللي بيسمح لها في التواصل مع المحطات الأرضية. والاتصال ده بيكون مهم جدا للأقمار الصناعية المتخصصة في الاتصالات زي التلفزيون والإنترنت. أما المرحلة الرابعة من مراحل تشغيل القمر الصناعي هي التحكم في وضعية القمر الصناعي، لأنه لازم يفضل محافظ على وضعية معينة في الفضاء، وده بيتحقق من خلال أنظمة التحكم في الوضعية اللي بيتم فيها استخدام حاجة اسمها جيروسكوبات. وبجانب الجيروسكوبات دي في محركات دافعة، واللي بتساعد القمر الصناعي انه يعمل 3 حاجات. اولهم تصحيح المسار، يعني لو القمر الصناعي ابتدى يبعد عن مساره المحركات دي بتشتغل عشان ترجعه تاني، وبتفضل محافظة على الاتجاه الصحيح عشان يكون طول الوقت موجه للأرض أو للجسم اللي هو بيرصده. تاني حاجة إنها بتساعد القمر الصناعي إنه يتفادى إنه يخبط في أي جسم غريب، زي مثلا وجود حطام فضائي ممكن يصطدم به القمر الصناعي. تالت حاجة بتعملها المحركات الدافعة دي إنها بتساعد في صيانة المدار نفسه، وده لأن على سبيل المثال لو شفنا الأقمار الصناعية اللي موجودة في المدارات المنخفضة هنلاقي إنها بتواجه سحب جوية عالية جدا، وبتحتاج دايما يتعمل لها تعديلات علشان تفضل محافظة على مسارها الصحيح. نرجع بقى لمراحل تشغيل القمر الصناعي، والمرحلة الخامسة فيه هي وظيفة القمر الصناعي نفسه. فمثلا لو مهمة القمر الصناعي انه ينقل احوال الطقس والتغيرات الجوية بشكل عام، فهيكون القمر الصناعي مزود بمستشعرات
عشان يراقب الظروف الجوية، وكاميرات لتصوير سطح الأرض. ولو مهمتها جمع بيانات مثلا، ففي الحالة دي هتكون مزودة بأجهزة متخصصة في تجميع الداتا. أما المرحلة السادسة والأخيرة في تشغيل القمر الصناعي هي نقل البيانات. القمر الصناعي بيبعت باستمرار بيانات عن حالته لمراكز التحكم على الأرض، والمعلومات دي بتشمل مستويات الطاقة ودرجة الحرارة ووظائف الأنظمة الموجودة على القمر نفسه، وطبعا البيانات الرئيسية اللي بيجمعها القمر الصناعي واللي بيتم معالجتها واستخدامها في التطبيقات المختلفة. وأهم التطبيقات دي الاتصالات، وده القمر الصناعي بينقل فيه إشارات التلفزيون والراديو والإنترنت، ده غير المكالمات التليفونية حوالين العالم. وتطبيقات تانية زي استخدامه في الملاحة. وطبعا أكتر قمر صناعي بيكون مفيد في الحالة دي هو القمر الصناعي اللي بيحمل نظام تحديد المواقع العالمي أو الGPS، واللي بيوفر معلومات دقيقة جدا عن الموقع والتوقيت للملاحة والخرائط. تالت استخدام هو رصد كوكب الأرض بكل حاجة عليه، تغيراته البيئية وأنماط الطقس والكوارث الطبيعية وحاجات تانية كتير. وطبعا ما ينفعش نتجاهل دور القمر الصناعي في البحث العلمي، وده لأن كتير من الأقمار الصناعية بتدرس الظواهر الفضائية وبتعمل تجارب عن الجاذبية وبتراقب الأجسام السماوية البعيدة والقريبة. نيجي بقى لإجابة سؤال مهم جدا، وهو ازاي القمر الصناعي بيدور حوالين الأرض وما بيقعش تاني على الأرض مثلا. الأقمار الصناعية بتدور حوالين الأرض على ارتفاعات مختلفة وبسرعات مختلفة وجوه مسارات مختلفة. وأكتر نوعين شائعين من المدارات دي هما المدار الجغرافي الثابت والمدار القطبي. فلو جينا شفنا القمر الصناعي اللي موجود في المدار الجغرافي الثابت، هنلاقيه بيسافر من الغرب للشرق فوق خط الاستواء وبيتحرك في نفس الاتجاه وبنفس سرعة دوران الأرض. فهنلاقي القمر الصناعي شكله يبان كأنه واقف في نفس المكان لأنه دايما فوق نفس الموقع. وعشان القمر الصناعي ما يقعش لازم يفضل يلف بسرعة محسوبة وتكون عالية جدا، واللي بتوصل على أقل تقدير 8 كيلومتر في الثانية الواحدة. وانا عايزك تركز في الرقم تاني، 8 كيلومتر في الثانية الواحدة مش في الساعة. انت متخيل؟ وده بقى اللي بيخليه يفضل يلف وما ينزلش على الارض تاني. في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي عندنا عشرات الالاف من الاقمار الصناعية اللي بتلف حوالين الارض. ازاي ما بيخبطوش في بعض؟ اجابة السؤال ده بتتلخص في ان ناسا ومنظمات تانية في العالم بيتابعوا الاقمار الصناعية في الفضاء وبيكونوا معاها لحظة بلحظة، ولو حسوا في اي لحظة باي خلل في القمر الصناعي نفسه او في المدار اللي بيدور فيه، وقتها بيتم اتخاذ اللازم. لكن طبعا الحذر لا يمنع القدر، وحصل بالفعل قبل كده حادثة اصطدام لبعض الأقمار الصناعية، والحادثة دي حصلت في فبراير سنة 2009 لما اصطدموا قمرين صناعيين للاتصالات، واحد أمريكي والتاني روسي. ودي كانت المرة الوحيدة اللي يحصل فيها كده. وطبعا مش مستبعد أبدا إن الاصطدام ده يكون لغرض سياسي، لكن دلوقتي ومع التطور المستمر في كل شيء تقريبا، فبقى من النادر جدا إن ده ممكن يحصل تاني. في النهاية دي كانت كل معلوماتنا في حلقة النهاردة عن الأقمار الصناعية. ما تنسوش تقولولنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم فيديوهاتنا الجاية كلها.